النهاردة هنتكلم عن موضوع بيشغل بال ناس كتير جدا. يمكن يكون أهم من أي موضوع تاني، وهو إزاي إن أنا أكون سعيدة وأسعد نفسي مهما كانت الظروف اللي حواليا. طبعا كتير من الستات بتقول أنا مش سعيدة عشان جوزي مش كويس، أو أهل جوزي بيعاملوني وحش، أو الناس مش مقدراني. لكن الحقيقة السعادة مش في إيد حد غيرك، السعادة قرار جواك انتي. تعالوا كده نمشي خطوة بخطوة ونتعلم إزاي نكون أسعد حتى لو الظروف مش كاملة. وأول محور كده هنتكلم فيه وهي السعادة من الداخل. أول حاجة لازم نفهمها إن السعادة مش مرتبطة بالزوج ولا الأهل ولا المال. في ناس معاها كل حاجة، يعني معاها مال، زوجها كويس، عايشة كويس، أولادها كويسين، معاها كل حاجة، بس برضو تعيسة، مش حاسة إن هي سعيدة. وفي ناس ظروفها صعبة جدا لكن عايشة مبسوطة. طب السر هنا فين؟ طبعا السر هنا القرب من ربنا والرضا. يعني أنا شايفة إن حتة إن أنت تكوني راضية دي هي السعادة الحقيقية، ودي أول خطوة لازم إن إحنا نعملها، إن أرضى عن المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى حطني فيه. أكيد أكيد، يعني لازم تاخديها كده في دماغك، ولازم تعرفيها كويس إن ربنا سبحانه وتعالى الحاجة اللي هو مختارها لك هي أفضل شيء لك انت عن اللي انت بتخططيه في دماغك أو اللي انت عايزاه. ممكن تقولي أنا لو كنت معايا فلوس كنت هبقى أفضل. ممكن لو كان معاكي فلوس كان ممكن يعني لا قدر الله يبقى فيه مرض، فالفلوس ديت المرض ده بياخدها. أو لو أنا عايشة في المكان الفلاني أو البيت اللي شكله أفضل واللبس أحسن ومعايا كده مال ومعايا يعني، وبتختاري بقى كده وبتتمني حاجات كده في دماغك، ده كان هيبقى أحسن ليا وهكون أسعد. لأ، اعرفي كده تماما إن ربنا سبحانه وتعالى المكان اللي اختاره ليكي وسبحان الله حتى لو المال اللي معاكي قليل، فربنا سبحانه وتعالى اختار لك الأفضل. يعني مهما انت اخترت لنفسك مش هيكون زي ما ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك كل حاجة. ربنا عز وجل ممكن يدي مال قليل، ولكن المال يعني سبحان الله ربنا بيبارك فيه، يعني حتى لو حاجة بسيطة. ممكن حد تاني معاه يعني مثلا يعني يعني مش يعني هنقول 10 ولا 20,000 ولا مثلا، يعني بالمقدار ده بيخشله في الشهر، وحد تاني مثلا بيخشله 2000 أو 1000 أو كده. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبارك في 1000 أو 2000 دول، يعني فيه البركة. والبركة لما ربنا سبحانه وتعالى بيديها للإنسان بتغنيه عن أي حاجة، سواء بقى بركة في المال، بركة في الصحة، بركة في الأولاد، وبركة في المعيشة بتاعتك، فبتحسي إن انتي أسعد الناس. بس لو بصيتي للنقطة نفسها، يعني أبقى راضية بالحاجة اللي هي عندي، لو رضيتي صدقيني هتحسي إن انتي أسعد الناس. فالنقطة اللي احنا لازم نكون متفقين عليها إن انتي لازم تكوني راضية. تمام؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتفقنا ان اول حاجة هي الرضا. تاني حاجة طبعا السر ان انا اكون قريبة من ربنا. يعني لما اكون قريبة من ربنا وعلاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى هي الأولوية، وطبعا كل ده هيخليكي توصلي لدرجة الرضا في حياتك. تاني حاجة اللي هي صلاتك ودعائك واستغفارك وقراءة بقى قرآنك، دي كلها مصادر ايه طبعا بتديك طاقة وسكينة في العيشة اللي انت عايشة. بتحس ان انت عايشة في طمأنينة، وبتحس ان انت عايشة اسعد الناس. كل مرة بقى تحسي انك مهمومة ادعي لنفسك، قولي يعني مثلا اللهم اجعل قلبي عامرا برضاك، اللهم اجعلني راضية. يعني حاولي تدعي لنفسك. وطبعا في قصص كتيرة وفي حكاوي كتيرة طبعا عن لما بيكون الإنسان راضي بالعيشة اللي هو فيها وبالمكانة اللي هو فيها،
وما بين ناس تانية طبعا بيبقوا يعني سبحان الله مش عاجبهم العيشة، مش راضيين طبعا مهما كان عنده من مال ومن أولاد ومن بيوت، كل حاجة ممكن تكون هي واخداها، ولكن ما بتحسش بالسعادة غير إن يكون الإنسانة ديت راضية بالمكانة اللي هي فيها. تعالوا بقى نتكلم كده في النقطة التانية أو المحور التاني اللي هي السعادة أخليها عادة. يعني إيه؟ عايزة تكوني سعيدة لازم تبدأي بقى تغيري عاداتك. كل يوم كده اعملي حاجة انت بتحبيها حتى لو هي بسيطة. هخصص كده وقت هعمل مثلا كوباية قهوة كده مع نفسي، كتاب مثلا انت بتحبيه كده احاول اقرأ واثقف نفسي، اتمشى شوية. شوفي هواياتك ايه وحاولي ان انت تنميها. يعني اعملي لنفسك وقت مخصص ليكي انت، اتعلمي حاجة جديدة حتى لو لغة او معلومات او ومعرفة. يعني حاولي ان انت تعرفي حاجات كتيرة كده وتنمي عقلك وتنمي شخصيتك. مش بس ان انا واقفة على اني الحياة عندي روتينية، انا بغسل وبطبخ وبشوف طلبات الاولاد، بشوف طلبات الزوج، هتحسي ان انت حياتك روتينية ما فيهاش حاجة جديدة. فطبعا بالتالي هتملي، فمش هتحسي انت سعيدة، يعني هتحسي انت مكتئبة من الروتين اللي بيحصل معاك كل يوم. ممكن تكتبي يومياتك، يعني اذكري ايه يوميات. يعني اجيب بقى كده اكتب مثلا، طبعا عندي اجندة مثلا بتاعتي واكتب فيها مثلا انا النهارده ايه الحاجات اللي حصلت لي كويسه، واحاول ادور كده على الحاجات اللي حصلت لي كويسه. قمت النهارده مبسوطه، قمت النهارده كويسه وقدرت انجز في البيت واعمل حاجات كويسه. يعني اكتبي كل حاجه حلوه حصلت لك في اليوم حتى لو هي صغيره، وحاولي تفرحي بيها. هتحسي من جواك ان انت سعيده. ما اخدش الجنب اللي دايما مزعلني واحكي فيه، لا، احكي في الحاجات اللي حاصله كويسه. هتلاقي الفرق شاسع على فكره. غير ما ان احنا طبعا من طبعنا ان احنا ممكن نقعد نحكي في الحاجه اللي مزعلانا، ممكن تقعد معانا بالشهور واحنا بنحكي فيها. لا، احنا كل يوم هتحاول ان انت تكتبي الحاجات اللي بتسعدك وهتحكي فيها وتشكري ربنا كمان عليه. ممكن بقى ان انت يعني ايه تذكري بقى النعم اللي عندك، نعمة الصحة، نعمة الأولاد، نعمة إن عندك بيت وبيقويكي، حتى النفس يعني اللي بيخرج كده وعارفة إن أنت بتتنفسي. لأن في ناس بيبقى عندهم صعوبة في التنفس. أحمد ربنا سبحانه وتعالى إن أنا يعني عندي النعم دي وأذكرها علشان ربنا سبحانه وتعالى يخليني أحس بالنعم اللي أنا فيها. لأن أنت عندك نعم كتير، بس في مشكلة البشر أو مشكلتنا إن إحنا يعني إحنا شايفين إن لا الصحة، يعني أنا عندي صحة كويسة وعندي بقوم الصبح بقف على رجلي. أنا مش بصر النقطة دي. في ناس يا جماعة حتى دخول دورة المياه ما بيعرفوش يدخلوا لوحدهم. فطبعا من أكتر حاجة ممكن تأذي البني آدم إن حد يطلع على خصوصياته، لو هو مثلا مش عارف إن هو ينظف نفسه أو وقت الاستحمام أو كده. فاحمدي ربنا، حاولي تذكري الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى مديهالك واحمدي ربنا عليه. طبعا الخطوة الجميلة اللي انت ممكن تعملها انت تبتسمي. يعني دايما خلي كده وشك كده مبتسم، لان طبعا الابتسامة فعلا بتغير هرمونات جسمك وتخليكي كده تحسي بسعادة حقيقية. تعالوا بقى كده نتكلم في المحور الثالث النهاردة، وهو التعامل مع الآخرين. أتعامل إزاي مع الآخرين؟ طبعا كتير من الحزن اللي بيجي هو من توقعاتنا من الناس. الزوج مثلا مش كامل، الأهل مش كاملين، أهل زوجك مش كاملين، كلنا بشر وبنغلط. ما تربطيش سعادتك بتصرفاته. يعني مع الزوج حطي حدودك، ما تنتظريش بقى منه الكمال، لأن طبعا الكمال لله وحده. لو عمل حاجة كويسة امدحيه، ولو قصر معيش بقى حياتي بقى في لوم دايم بقى ما عمليش ما مش عارف ايه. ما
ما افضلش بقى اعيش يعني حياتي ان انا بربط سعادتي بالاخرين. ولو جينا بقى التعامل مع اهل الزوج، طبعا احترميهم بالقدر اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما تخليش كلامهم يهز بقى ايه ثقتك بنفسك. مع اهلك طبعا طبعا لازم تكوني واصلة للرحم، لكن في نفس الوقت ما تسمحيش لحد يضغط عليكي فوق طاقتك. ولو حد من أهل الزوج علق عليكي تعليق جارح، قولي في نفسك كلامه رأيه هو مش حقيقي، وخديها بابتسامة. ولو الموضوع جارح وقفي وقولي يعني ما اقبلش، لكن ما تقبليش ان حد يفضل يجرح فيكي. لا والله انا ما اقبلش الطريقة او التعامل بالطريقة دي، ولا الكلام الجارح ده. ارفضي اي تعامل ممكن هيسبب لك حزن، او هيسبب لك ان انت تعيشي في توتر، او تعيشي ان انت يسبب لك حزن. تعالي بقى نتكلم في المحور الرابع النهاردة كده، او الخطوة الرابعة بتاعتنا، وهي خطوات عملية للسعادة. اعمل ايه عشان اكون سعيدة؟ اول حاجة ان انت تصححي افكارك. قولي لنفسك انا استحق اكون سعيدة. حبي نفسك. تاني خطوة معانا مارسي رياضة، أو حتى امشي لو ساعة. وخلال الساعة اللي انت هتمشيها دي شغلي كده صورة، وحطي السماعات كده في ودانك، وعيشي مع آيات ربنا عز وجل. هتلاقي نفسك في حالة تانية خالص. تالت خطوة غيري روتينك، خليكي مرنة وجربي حاجات جديدة. اشتري لنفسك حاجات جديدة حتى لو بسيطة. رابع خطوة عندنا ان انت بقى ايه تقعدي كده مع نفسك جلسة هدوء، وتأملي كده 10 دقايق كل يوم. تأملي في مخلوقات الله وفي صنعه. خامس خطوة سامحي لو في حد جرحك أو جالك جرح من أي شخص، سامحيه علشان قلبك يرتاح مش علشانه. السعادة مش هدية من حد ولا نتيجة ظروف مثالية. السعادة قرار، انت اللي بتختاري النهاردة تعيشي حزينة أو مبسوطة. خلي شعارك من النهاردة أنا هسعد نفسي مهما حصل. وخلي سعادتك في إيدك مش في إيد أي حد تاني. وأهم حاجة ارضي، لأن الرضا بحياتك هي السعادة الحقيقية. درب عقلك يشوف الحلو بدل ما يشوف الوحش. وهقولها لك برضو، خليكي راضية. صدقيني لو انت راضية هتعيش السعادة اللي بجد. تنسوش بقى لايك واشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تنسوش كده تكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الفيديو، وصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشوفكم كده على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.